لويس إنريكي يتحدث عن أوناحي ويفصح عن سبب سخرية حكيمي منه. ما زال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان يتعرض للسخرية من طرف النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن للفريق الباريزي. وتحدث إنريكي في تصريح قبل مباراة الكلاسيكو بالدوري الفرنسي عن النجم المغربي عز الدين أوناحي لاعب وسط مارسيليا، حيث قال: أوناحي لاعب دولي مغربي، وأنا لا أكون مسرورا عند إعادة الحديث عن تلك المباراة مرة أخرى. لقد دافع المنتخب المغربي بشكل جيد جدا في تلك المباراة، وخاصة اللاعب أوناحي. يذكر أن إنريكي كان قد أشاد بمستوى أوناحي في تلك المباراة التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره الإسباني برسم ثمن نهائي كأس العالم 2022. وعرفت المباراة خروج إسبانيا أمام المغرب، وأدت إلى إقالة إنريكي من منصب المدير الفني لمنتخب إسبانيا. وأضاف إنريكي قائلا: لاعبنا أشرف حكيمي كان متواجدا أيضا مع المنتخب المغربي في تلك المباراة، ولا يزال يسخر مني في كل مرة نتذكر فيها تلك المباراة. الخسارة واردة في كرة القدم، ويجب أن تعرف كيف تفوز وكيف تتقبل الخسارة أيضا. فما رأيكم في عودة إنريكي للحديث عن تلك المباراة بين المغرب وإسبانيا، والتي تجرع فيها مرارة الهزيمة القاسية، وكانت سببا في إنهاء مشواره مع المنتخب الإسباني؟ اتركوا لي آراءكم في التعليقات، ودمتم سالمين. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.